يا صباح الخير عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا رب يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اخباركم ايه؟ بصوا بقى. الفيديو النهارده عايزه اقول لكم ده. انا كده بصور وانا لسه صاحيه من النوم، يعني انا يا دوبك يا دوبك غسلت وشي. فاهمين؟ اللي هو ايه، صاحي من النوم. بدل ما يقول لي صباح الخير يقول لي ايه؟ يعني بدل ما يقولي صباح الخير كده يقول لي ايه؟ يقول لي برضو مش تعملي لي البسبوسه؟ برضو. قلت له ده حاضر من عينيا، اعملها حاضر، ابقى اعملها النهارده. قال لي لا، انا عقبال ما اخش شطف تكوني عملتيها. ايه يا عم، في ايه؟ صباح الخير. احنا لسه هنجهز فطار وحاجات، والنهارده نازلين وورانا تمارين وحاجات. قال لي لا، انا هاكلها النهارده. انت هتعمليها لي دلوقتي وهاخدها معايا الشغل. قلت له طب حاضر من عينيا الاتنين. دخلت كده جري. قلت بقى ايه؟ اعمل له صينيه البسبوسه اللي نفسه فيها. جايب لي البسبوسه بقاله كام يوم. وعايزه اقول لكم والله العظيم ما بفضى. يعني انتوا شفتوا الروتينات اللي فاتت، طالعه نازله طالعه نازله راحه جايه، والله ما بقعد خالص. ففعلا ما كنتش ببقى قاعده، يعني اللي هو انا يا دوبك بعمل الاكل اصلا جري. وانا النهارده نازله برضو وهطول وهلف شويه لف كده انا وفريده، عشان عايزين نشوف حاجات وكده. وفي اصلا عندها تمرين النهارده. فاللي هو اصلا يوم مرهق. يا عم الحاج يهديك يرضيك، مفيش. قمت قايمه بقى خلاص، ما هعمل ايه؟ قمت قايمه عاملاها. انا جايبه معاكم الطريقه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا، من اول ما حطيت الووك على النار لحد ما الصينيه طلعت وسقيتها بالشربات. بس طبعا عشان انا كنت لسه صاحيه، لسه ما فوقتش، ولسه ما عملتها خفيفه شويه. فانتوا بقوا زودوا شويه السميد. انا متعوده بجيب الكيس نص كيلو. ماشي. وهنا حطيت الكيس البيكنج باودر دوت، حطيت نصه، ما حطيتوش كله. انا متعوده ان انا بجيب الكيس، بجيب كيس نص كيلو، يعني بجيب نص كيلو بعمله. هو جايب لي الكيلو على بعضه. فانا لما جيت احط انا ببقى عامله مقادير النص كيلو بالظبط. انا لما جيت احط ما اعرفش بقى، ما عرفتش اقسمها، بقول لكم والله ما قادره افتح عيني اصلا. اللي هو مطلوب مني دلوقتي حالا حالا ابقى عامله فطار وعامله غدا، عشان اما ارجع يبقى الغدا جاهز على طول. والمفروض ان انا اعمل بسبوسه. في حد بيعمل كده يا جدعان؟ في حد بيعمل كده؟ بصوا طلعت خفيفه شويه، بس انا طبعا مركزتش خالص. انا بنجز. اللي هو يلا يا بنتي خلصي اعملي له اي صينيه بسبوسه. فمركزتش بصراحه ان هي خفيفه شويه. انا متعوده ان انا بفضي الكيس النص كيلو على طول. هنا كنت حاططها في الصينيه خلاص، دخلتها الفرن واستوت اهي. شفتوا السرعه؟ شفتوا الجمال؟ طبعا دلوقتي بعمل بايد واحده، فكان المفروض ان انا وانا بنزل الشربات ببقى عاملاه على معلقه كده، عشان ما يعملش الحفر اللي انتوا شايفينها دي. فطبعا انا ماسكه بايد واحده، فمش مشكله بقى. وبعدين كمان عشان طلعت خفيفه شويه، هي حلوه مش وحشه، بس ايه يعني، بصوا خفيفه سيكه كده بقى، يعني مش قوي. بس يعني طلعت زي الفل. عملتها وحطيتها جوه في الاوضه. دخلتها اوضه النوم بقى، وقفلت عليها وشغلت عليها المروحه جامد عشان تلحق تبرد، لان هو هيفطر وهينزل. عملنا بقى الفطار كده في السريع. بيض، جبنه، بطاطس، فول بتاع. قطعت السلطايه خصايه كده كابوتشا، وحطيت ليمون مخلل من اللي انا عاملاه. وبس كده قعدنا نفطر في السريع. عايزه اقول لكم اصلا ما كانش في وقت ان انا اصور لكم كمان واحنا بنعمل الفطار وكده. عملت ايه كمان بقى؟ عملت طبق كبير سلطه، جهزته ده قبل ما انزل. ونزلنا ولفينا بقى شويه انا وفريده، وبعد كده رحنا التمرين وجهزنا كل حاجه والدنيا تمام وخلصنا وكله. ورحنا التمرين ورجعنا. ده بقى الفيديو ده كده بعد ما رجعنا من التمرين. كنا خلاص بقى رجعنا. كنت انا عامله ايه؟ حتى حله الميه والله بتاعه المكرونه كنت ملياها ومغطياها وحطاها على البوتاجاز قبل ما انزل. جهزه كل حاجه، والصلصه مطلعه كيس صلصه من الفريزر يفك. عقبال ما جيت بقى كان طبعا فك. فانا هعمل مكرونه بصلصه وسلطه وبس على كده، وتمام التمام. يعني النهارده اصلا كان المفروض اعمل لهم سندوتشات جبنه وخلاص. بس طالما عندي التوم متفرز مش لسه هقشر، وعندي الصلصه كمان متفرزه، والمكرونه عقبال ما بتستوي كنت يا دوبك ايه، عملت الصلصه
وتبلت السلطة وجهزت كل حاجة، وغيرنا واتشطفنا عقبال ما المكرونة بس اتسلقت كده في ثواني، يعني هي كده كده مبتاخدش وقت. حطيت بقى على التومة هنا شوية ملح، شوية فلفل اسود، وشوية كزبرة. كمون عندي خلصان طبعا انتوا عارفين. بنسى اجيب، كل ما انزل انسى اجيب. حطيت شوية بهارات كده من اللي هي ال11 بهار، حبة كده صغيرة. انا بحب احط التوابل كده مع التومة، تديها ريحة كده وبتتحمص تحميصة حلوة كده، بتبقى يعني عاملة ريحة حلوة كده ومديه نكهة مختلفة شوية. وطبعا عندي كيس الصلصة متفرز، يعني جاهز، وانا فكاه يا دوبك قصيته كده بس، ورحت ايه مفضياه. بصوا الصلصة بقى لما باجي اقول لكم نسبك كده صلصة ونشيل، مش شرط عشان رمضان، انا بعمل كده على طول. اول ما الاقي الصلصة سعرها كويس بروح جايبة شوية، بروح شايلاهم بطلعها. بصوا زي ما قلت لكم واحنا بنفرز الطماطم، بنطلعها على الطش على طول، بقلبها تقلبتين واغطيها كده بس تاخد غلوة وبطفيه. يعني ما بتحتاجش ان انا استنى بقى عليها تتسبك وتتعمل، هي اصلا متسبكة، هي بس بتاخد الغلوة كده مع التومة ومع البهارات عشان تتطعم وبس خلاص. نسيت احط ملح، فهجيب ملح كده واحط معاكم. بصوا آه روتين الانجاز النهارده، يعني مش حد يتخيل ان انا الصبح كنت بعمل فطار وغدا و... وبسبوسه في نفس الوقت. يعني حد يتخيل بتصحي من النوم بتتدبسي التدبيسه دي؟ بجد ايه ده. المكرونه هنا كانت خلاص اهي قربت. بصوا عايزه اقول لكم انا يعني والله العظيم هلكانه في اللحظه دي كده، كنت خلاص هلكانه، هلكت وفصلت جامد، فصلت. بصوا السلطه اهي بقى، دي اللي انا مجهزاها الصبح على الفطار. آه يعني متقطعه وجاهزه بس مش متبله، لو تبلتها هتدبل خالص وهتنزل ميه كتير كده مش تبقى حلو. اما ببقى مستعجله او عايزه اعمل كميه سلطه او عايزه اجهز حاجه من بدري، بعمل السلطه بس ما بدبلهاش، بحط شويه ملح وشويه خل. انا بستسهل الخل عن الليمون يا جماعه، مش عارفه ليه، يعني اللي هو لسه هطلع ليمونه واعصرها واعملها واطلع البذر بستسهل انا اي حاجه تلاقوني فيها ايه بستسهل. احط كمان كده رشه سكر، حاجه بسيطه كده عشان فيها طماطم، يعني عشان فيها طماطم. احط شويه ميه واقلبها ويبقى كده طبق السلطه معايا جاهز. عامله انا بقى بصوا بقى بوله كبيره. انا بحب السلطه جدا مع المكرونه مع الكشري الاصفر مع اكلات كده معينه، بحب يبقى فيها السلطه كتير 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 كده، اللي هو انا اقعد اكل سلطه اكتر ما باكل الاكل التاني. هي السلطه اصلا مفيده. بصوا بصوا ما شاء الله شكلها حلو، وفيها بقى ايه خس وخيار وجزر وفلفل اصفر والكابوتشا والطماطم، كل حاجة يعني. بصوا ف يعني كاملة متكاملة. قليل قوي لما يبقى عندي حاجة السلطة كلها كده، فطول ما انا عندي بقى الحاجة كلها تلاقوني كل شوية اعمل سلطة كل شوية. خلاص اهو كده الصلصة، انا بقول لكم ان هي يا دوبك انا بديها بس غلوة وكانت كده خلصت خلاص. والمكرونة كمان برضو كانت خلصت. بصوا سريع سريع كده. هنا كنت صفيت المكرونة بقى خلاص وهنزل عليها بالصلصة، وركنت طبق لفريدة. عايزاها بيضة مش عايزاها بصلصة، هي بحالات يا جماعة والله. حمزة كان طول عمره بياكلها بيضة، فهي قررت ان هي تبقى زيه، فبقت تاكلها بيضة. حمزة قرر بعد سنين انه الله ايه ده دوقيني كده طعمة بقى وفيها لان انا بديله البيضة. انا برضو بستغبى، يعني انا بحط لهم البيضة زي ما هي كده، واوقات كتيرة قوي زي النهاردة كده ببقى ناسي احط ملح في المية اصلا، فيعتبر مبقاش فيها طعم خالص. بس لو جيت طعمتها لهم وحطيت لهم بقى زعتر وملح وشوية زيت ومش عارفه ايه وظبطتها كده، ما بيرضوش ياكلوها برضو بيقرفوا. فاما ده ام صلصة بقى عجبته، قال لي الله طعمها حلو يا ماما، خلاص حطي لي بصلصة.
فهي قررت تاكل بصلصة، بقت تاكل بصلصة فجأة كده، فجأة ايه ده، انت حاطه لي بصلصة، انت عامله لي بصلصة ليه؟ انا ما باكلهاش بصلصة، انا عايزاها بيضة. قلت لها من عيوني، من عيوني، وفرتي وفرتي وبقيت احطها لها بيضة. فانا ركنت لها طبق كده وايه، وبقلب بتاعتنا احنا على النار. ادي الطبق بتاع الانسة فريدة ركنته لها، وايه، وهحط بقى لينا احنا. يا جماعة لو وصلتوا لحد هنا وما حطيتوش لايك، احب افهم بس ليه. اول حاجة كده اكتبوا لي في الكومنت كده، ليه ما حطيتوش لايك لو وصلتوا لحد هنا؟ يعني هل الفيديو مش عاجبكم ولا ايه بالظبط؟ حطوا لي لايك واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، دوسوا على الزرار الاحمر بتاع الاشتراك اللي تحت الفيديو. وكمان اكتبوا لي بقى كومنت حلو كده منكم، يعني نرغي كده نتكلم في الكومنتات يا جماعة، يا جماعة. اكتبوا لي كومنت كده حلو، شجعوني شجعوني يا جماعة، والله بجد الروتينات دي بتاخد وقت وبتاخد مجهود، والمونتاج لوحده كمان بياخد وقت ومجهود. فشجعوني كده باللايك وبالكومنت الحلو كده اللي زيكم، يعني انتوا حلوين كده وطعمين، تستخسروش اللايك والكومنت بقى فيا، ماشي؟ اهو كده بقى كنا خلصنا وخلصنا. ناخد بقى الاكل كده ونروح ناكل. وايه اقول لكم ايه، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.